أحلى عالم بالعالم. طبعا أهلا وسهلا فيك بصديقنا وحبيبنا من المملكة العربية السعودية. طبعا راح بإذن الله ألبي رغبتك، وأنا عملت بحث واتصالات وجبت لك الخبر اليقين، وأتمنى أنه ينال إعجابك عن قبائل الأزد. طبعا هي قبائل تقطن في جنوب المملكة العربية السعودية، وطبعا تواجد قبائل الأزد في أرجاء شبه الجزيرة العربية، منها الحجاز، تهامة، وشرق شبه الجزيرة العربية. المعروف عن هذه القبائل العربية الأصيلة موطنها الأصلي شبه الجزيرة العربية، وليست من اليمن. ليست من اليمن. اليمن لم تكن عربية في يوم من الأيام، بل عربت. طبعا من وين جابوا أهل اليمن هذه المقولة بأن قبائل الأزد تنحدر من اليمن؟ من ابن الكلبي، وطبعا هو ولد في الكوفة، وابن الكلبي مسلم شيعي وفهمك كفاية. يأخذ أخباره من اليهود ومن الحباريين ومن هنا ومن هناك. وابن إسحاق يلي أول من دون السيرة النبوية الشريفة، وكان بالعهد العباسي، وأيضا فهمكم كفاية. طبعا كلمة يمن يا جماعة تعني اليمين، ولا تعني اليمن الحالية. وكانت كلمة يمن تطلق كوصف على اتجاه لجنوب الجزيرة العربية، وكان يطلق اسم اليمانيين على قبائل الأزد لأن مكانهم جنوب الجزيرة العربية. إذن الملخص: قبائل الأزد موطنها الأصلي شبه الجزيرة العربية وليست اليمن، ولم تأتي وتهاجر من اليمن لتقطن في المملكة العربية السعودية. قبائل الأزد قبائل عرفت بلسانها الفصيح باللغة العربية، وبالتزاوج مع قبائل القريشية، ومنهم إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لا يصح أن نقول بأن قبائل الأزد أصلها من اليمن، لأن كلمة اليمن كانت تعني اليمين. أتمنى أن أكون قد وفقت بجلب هذه المعلومة الحقيقية.